السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم مزيانين وعلى خير. فيديو جديد معايا. اول حاجه كنرحب بالبنات اللي انضموا للقناه ديالي، البنات الجداد، واكيد ما ننساش نرحب بالبنات القدام اللي دائما معايا. وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التعليق ديالكم اللي كتحفزني تزيد بيا القدام انني نشارك معكم حويجات جداد. المهم اليوم ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الفطائر قطنيه ساهلين بزاف بزاف. كيجيو رائعين وكما تنقولوا خفيفين وهشاش، صراحه كيحمقوا. المهم نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واكيد ما تبخلوش عليا من البارطاج ومن التعاليق ديالكم اللي كتحفزني باش نزيد لقدام. المهم بالنسبه للمقادير، في خلاط اولا بالبغا ميكسور ديالكم اولا بالروبو اولا في المهم هنا درت جهد كاس ديال الماء دافي، درت معاه يوغورت طبيعي بحراره المطبخ كما تنقولوا. جبدته بالليل وخليته حتى ما بقاش بارد ياك. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، وغادي نضيف معلقه ديال السكر و صافي. وغادي نضيف عليهم نصف كاس ديال الزيت، لانه الكاس اللي عبرت به هو اللي غادي نعبر به القياسات كاملين. غادي ندوز هنا نخلطهم، تقدروا تخلطوهم غير بهذاك بخلاط باش كتخلطوا بيديكم مشات لي سميتو. المهم ولا في ديك البغا ميكسور ولا في الخلاط الكهربائي ولا في بحال هذا. المهم انا هنايا دزت غادي نعجنهم في العجانه، حيت شحال هادي ما خدمتها، قلت نخدم شويه العجانه. المهم انا شفتو كيف ما باش خلطتهم انا هي باش نحولهم من الروبو لتما، بدات الخميره تتفاعل تدير المفعول ديالها. صافي. بالنسبه للدقيق البنات عينكم ميزانكم، لانه على حسب كل دقيق ولا بارتي ديال العجينه مشات ليا. المهم هنا عجنتهم، درت عليها واحد القبيصه الملحه وعجنتهم وغطيتها خليتها تخمر في مقله. درت البصله والفلفل الالوان. بالنسبه للحشوه اختياريه، تقدروا ديروا بها اللي بغيتو، لانه هاد الفطائر هما تيجيو على شكل فطائر تركيه، تيجيو غزالين بزاف. صافي. بالنسبه انايا شاركت معكم الحشوه اللي درت الفلفلات الالوان وبصيله، ودرت شويه ديال طرف ديال شويه ديال هادو طريفات ديال الدجاج، القوام مليحه، البزار، فلفله حمراء، سكينجبير، شويه ديال الثومه بودر. هذا صافي، هادشي اللي درت. صافي. وحركتها بحال هكا في الخرزت واحد المعلقه ديال لاصوص باش تجيني هكا معلقه ديال الطوماط. هنايا خليت العجينه ديالي خمرات مزيان، لانه فاش كتخمر هي فين شفتوها تبارك الله، ماشي ضعف الحجم ديالها تريبل الحجم ديالها، خليتها خمرت على خاطرها. المهم وجدتها قبل وخليتها حتى خمرت، لانه فاش كتخمر هي فين تعطيكم ديك الهشاشه وديك ديك الرطوبيه. المهم هنايا شديت مايزينا، ماشي دقيق، مايزينا، تندير كويورات بحال هكا. شتو العجينه حيت عجنات حيت خليتها خمرات تدير دوك الفقاعات. المهم تقدروا تقطعوها عينكم ميزانكم. انا قطعتها هكا بالكويرات بحال الشكل ديال الكويرات ديال المسمن. صافي. وغادي ندوز هنا غادي نسرحها سميتو بالمدلك، غادي نطرقها بالمدلك. ما تكثروش الدقيق، والعجينه خصها تكون شويش خفيفه. علاش درت مايزينا؟ باش ما تجيش هكا مدقصه، لانه هي كتلصق شويه في اليد، ماشي بزاف وانما شويه. صافي. كنجمعها بحال هكا على شكل باكيت، تقدروا تخليوها باكيت بحال هكا، اولا تقدروا ديروا الطريقه اللي غادي نوريكم. صافي. انا بديت كنعمر الحشوه، عمرت معكم الاولى والثانيه، وريتكم الطريقه كيف كندير بحال هكا. صافي. غادي ندوز هنا، خليتها فاش حطيتها في الطاوه غادي نفلحها بحال هكا بالموس، وغادي نحاول نديرها بالموس بحال هكا، لانه فاش غنخليها شويه ترتاح غادي تزيد تخمر، غادي تحل. المهم ها نتوما شفتوا راه حليتها شويه بيديا، ما نكذبش عليكم، درت لها شويه ديال بحال هكا باش تجي محلوله، باش تعطي داك المنظر ديال الباطوات بحال هكا. صافي. غادي ندوز هنايا ندهنها بصفار بيض، صفار ديال البيض والحليب وشويه ديال واحد شويه ديال السوجه، تقدروا تعوضوها بالخل غير باش نحيد ديك زفورات البيض. هنايا باش كيعطيها داك اللون الذهبي. غادي نزوقها غادي ندير عليها جنجلان اولا اللي كان عندكم في نوع الزرارع. انا درت جنجلان. صافي. وغادي ندوز نخشيها في الفران بحال هكا، خليهم تيبداو يتحمروا. عاد ديك الساعات غادي نجبدهم ونضيف عليهم فروماج محكوك اللي تعطيهم واحد التعليكه حتى هو. صافي. هادشي اللي غادي ندير.
صدقوني البنات والله الا هاد الفطائر تيجيو رائعين بزاف. انا هذه ثالث مره اللي تنديرهم، واحد المره تحرقوا لي ما نكذبش. ما نكذبش على الله، نسيتهم في الفران ترجعوا ما نقول لكم. كتوقع مع الصيام، كتوقع لكل شيء. المهم انا كنحاول نشارك معكم كما تنقولوا الصراحه. غادي نهز معكم وحده باش تشوفوهم تيجيو محمرين من التحت، داخلهم طياب وتيجيو قطنيين بزاف 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 وهشاشين بزاف لواحد الدرجه ما نقول لكمش. المهم نتمنى انكم تجربوهم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني باش نزيد هكا للقدام. وشكرا لكم بزاف بزاف، كنقولها لكم من قلب قلبي والله، الله يخطيكم عليا. واكيد ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد واقتراحات جديده ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ان شاء الله باذن الله. بسلامه عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.